البلغم، ناس كتير بتعاني من مشكلة البلغم في فصل الشتاء اللي بيكون مصاحب لأدوار البرد وأدوار الكحة. البلغم بيتكون بصورة طبيعية من خلال خلايا موجودة في الرئة اسمها الجابل سيل، وده بيكون نوع من أنواع الحماية من الجسم علشان يتخلص من أي حاجة مضرة أو بتدخل الرئة. الطبيعي إن هو بينزل في المعدة والجسم بيعرف يتخلص منه، بس أوقات بيزيد جدا وأوقات بيبقى صلب لدرجة إن هو بيكون قافل الصدر خالص ومش عارف إن أنت تتنفس كويس ومش عارف إن أنت حتى تكح وتخرجه. في عوامل بتأثر على زيادة تكوين البلغم ده، زي ارتجاع المريء، زي التدخين، زي لو حد عنده ربو أو حساسية. كمان كتر شرب القهوة والشاي ممكن تزود من إفراز البلغم ده، وطبعا لو تعرضنا لأتربة كتير كل ده ممكن يزود من تكوين البلغم. تعالوا نعرف كل لون بلغم ممكن يكون سببه ايه. اول حاجه البلغم اللي لونه ابيض ده بيكون بسبب حساسيه. البلغم اللي لونه أصفر ده بيكون بسبب التهاب فيروسي أو بكتيري وممكن يروح لوحده. المشروبات السخنة تساعد إن احنا نتخلص منه بشكل أسرع. لو أخضر بيكون عدوى بكتيرية أو فيروسية وده بيحتاج لعلاج علشان نتخلص منه. لو لونه أسود ده بيكون بسبب الفطريات وده لازم علاج مع دكتور. لو لونه رمادي بيكون مصاحب أكتر للمدخنين. لو لونه أحمر أو بني ممكن يكون بسبب حاجات كتير سواء نزيف أو سكر أو سرطان في الرئة أو نقص في فيتامين سي. ايه طرق العلاج من البلغم؟ اول حاجه طبعا لو هو بسبب التدخين فيفضل ان احنا نوقف التدخين، مش بس عشان البلغم بس عشان صحتنا بشكل عام. تاني حاجه نشرب مشروبات اللي بتتخلص من البلغم زي الزنجبيل، زي ورق الجوافه، زي الكامومايل، زي الليمون والزعتر. تالت حاجه الغرغره بميه وملح، بتقضي على البكتيريا اللي موجوده في البق وموجوده في الزور ومزيد طبيعي للبلغم. رابع حاجة استنشاق الزيوت العطرية أو الإسنشال أويل توسع الشعب الهوائية وبتذيب البلغ. وأحسن الزيوت العطرية هي اليوكاليبتس وزيت شجرة الشاي والبان الدكر. ممكن إن احنا نعمل جلسة استنشاق بالزيوت العطرية دي أو نشغله في ديفيوزر في البيت لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة. هيوسع الشعب الهوائية جدا وهيذيب البلغم وهيحسن جدا من عملية التنفس. خامس حاجة استهلاك الأكلات اللي بتقلل التهابات الجسم زي الثوم، زي الكركم، زي القرنبيط والبروكلي، زنجبيل، الخضروات الورقية والفواكه الحمضية. كمان نحاول نقلل من الأكلات اللي بتزود التهابات الجسم زي السكريات واللحوم المصنعة والعصاير والفاست فود. كمان في حاجات طبيعية ممكن إن احنا نشربها بتحسن جدا من عملية البلغم دي وبتوسع الشعب الهوائية وبتحسن من التنفس وبتنظف الرئة. أول حاجة الزعتر. الزعتر من الحاجات الفعالة جدا والمشهورة جدا في علاج البلغم وعلاج الكحة وتنظيف الرئة وتحسين الجهاز التنفسي بشكل عام. سواء الزعتر العادي أو زيت الزعتر الاتنين فعالين جدا إن احنا ناخدهم بصورة يومية. كمان التليو وورق الجوافة والكامومايل دول بيذيبوا البلغم وبيحسنوا جدا من عملية التنفس. ممكن ان احنا نعملهم في مشروب ونضيف عليهم زنجبيل وليمون وعسل ونشربه بصورة يومية. لبان الذكر كمان من الحاجات الفعالة جدا في إذابة البلغم. ممكن ان احنا نجيب 5 حبات منهم وننقعهم في مية وبعدين نشرب. وفي كمان خلطة ممكن ان احنا نعملها ونشرب منها معلقة كل يوم. نجيب 3 معالق لبان ذكر، عليهم 3 معالق كركم، عليهم 3 معالق عرقسوس مطحون، وناخد منهم معلقة صغيرة كل يوم نشربه لمدة 4 ل6 أسابيع. هيقللوا الحساسية وهيحسنوا من التنفس وهيقللوا تعب الصدر بشكل كبير أوي. نيجي بقى للأدوية. في أدوية مذيبة للبلغم وفي أدوية طاردة للبلغم. من أحسن الأدوية هو الألتراسول، في منه سيرب، في منه أقراص. بتاخد منه 3 مرات في اليوم بيخلصك من البلغم والكحة بسرعة جدا. ممكن كمان تاخد مع ساشت زي أسيتايل ستين اللي بتبقى موجودة بتركيز 600 في الصيدلية. بتاخد كيس على نص كوباية مية مرة في اليوم. الاتنين دول مع بعض بيخلصوك من دور الكحة والبلغم بشكل سريع جدا وفعال جدا جدا. متنسوش تعملوا subscribe and like and share for these videos.